قالوا تعال يا محمد نتفق معك على أن تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، نعبد إلهك سنة نكون مسلمين، وسنة ثانية تكون مشرك معنا، وننظر أي السنتين أفضل، نجرب هذا ونجرب هذا، نجرب دينك وتجرب ديننا، فأي الدينين أحسن كلنا نتفق عليه. وينزل القرآن: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. انتهى. العرض هذا مرفوض. قالوا هذا لأن سنة طويلة، خلوها يوم واحد بس، وجه النهار خليك معنا والليل حنا معك. لا، ويرفض. يقولوا هذا الرجل لعله إنما أخذ هذه النبوة والكلام هذا من أجل أن يكون ملك أو يكون غني أو يكون عنده سلطة على النساء ويكون عنده حريم. تعال نعطي عروض ثانية. فكونوا وفد للعرض على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك، خليك ملك على العرب، على قريش، ومن ملك قريش ملك العرب كلهم. إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد نساء زوجناك من أحسن نساء العرب، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أحسن مالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وتترك هذا الأمر. مرة صلى الله عليه وسلم كان لم يسمع، ما أجابهم، ما أعطاهم وجه. قالوا نذهب إلى عمه أبو طالب، خلي عمه يضغط عليه. فجاءوا إلى عمه: يا أبا طالب احكم بيننا وبين ابن أخيك، إن أراد ملكا ملكناه، وإن أراد مالا جمعنا له مال حتى يكون أغنانا، وإن أراد نساء زوجناه، وإن كان الذي به جن أو سحر رقيناه وعالجناه، هو ابننا. أبو طالب قال هذا كلام العقل، هذا كلام جميل. نادى ابنه قالوا يا ابن أخي ألا تسمع من قومك ما يعرضون عليك؟ قال أسمع. فأعادوا عليه نفس الطلب. فبما أجاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا عم، يا عماه يعني أبو طالب، يا عماه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر، على أن أترك هذا الأمر ما تركته. هذه رقم واحد. اثنين: ألا يقبلوا مني ما أدعوهم له؟ إنما أدعوهم إلى كلمة واحدة يقولوها يملك بها العرب والعجم وتدين لهم الدنيا. فتكلم أبو جهل قال 10 كلمات، يعني إذا كان مسألة كلام نحن نقول 10 كلمات ليست كلمة واحدة. هات الكلمة. ما هي الكلمة؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا إلا هذه. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ طيب وين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وين هبل؟ وين؟ لا ما يمكن. هذه آلهة الأرض وإلهك إله السماء. هذه عقيدتهم، ولم يعلموا أن الله هو الإله في السماوات والأرض. رفضوا طلبه ورفض طلبهم. جاءت الحيلة الأخرى، آخر محاولة. هذا قالوا نعجزه، نطلب منه شيء مستحيل، فإذا عجز عنه قلنا هذا ليس بنبي. طيب يا محمد إذا أردت أن نصدقك، يا محمد إذا أردت أن نصدقك ونعلم أنك فعلا نبي، خلي الله عز وجل يرسل ملائكة يصدقوك. نشوفوا الملائكة وهي تشهد أنك رسول الله، إذا رأينا ذلك علمنا أنك فعلا رسول الله. ملائكة فاضين. طيب الخيار الثاني تكون أنت أغنى رجل في الدنيا. هذه الجبال اللي في مكة خلي ربك يخليها جنات خضراء ويجعل لك قصورا عليها، ويجعل لك ربك سلم من هذه الجبال إلى السماء تصعد عليه وإحنا شايفينك إلين تروح السماء، وتنزل شايف لنا كتاب من الله أنك فعلا رسول من عنده. إذا عملت هذا احنا عندئذ نؤمن بك. سبحان الله. يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل له قل هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني أنا لست رب العالمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كل هذه المحاولات باءت بالفشل، فبدأوا أيضا للمرحلة الأخرى زيادة الضغط، وبدأ أبو لهب ومن معه بالعداء السافر، وهو التحذير علنا من محمد صلى الله عليه وسلم، تحذير الحجاج والمعتمرين والزوار والتجار وعلية القوم. كل ما دخل أحد الحرم انتبه، ويأتي رجل من دوس اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي، وكان سيد دوس تعرفونها من زهران.